السلام عليكم. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا احمد ممتاز. انا بعمل بعض الفيديوهات، بحاول اساعد زمايلي اللي عايزين يبقوا ميديكال ريبس او اوريدي هم ميديكال ريبس وعايزين ياخدوا النكست ستيب فورورد، ان هم يكبروا في الكارير بتاعهم او انهم يلاقوا المكان الصح في الكارير بتاعهم. تمام. بقالنا كتير ما عملناش فيديوهات مع بعض. طبعا هو يعني كان تقصير على شوية، يعني نقدر كنت مشغول شوية ومضغوط شوية برضو، يعني أنا شغال زيكم بالظبط. وعندنا برضو تارجت وعندنا بلانز وعندنا دبل فيزيتس وحركات كده. تمام، فاحنا بنحاول يعني ان انا على قد ما اقدر ان انا اكون موجود معاكم، وان شاء الله الفترة اللي جاية هكون موجود معاكم بإذن الله اكتر. تمام. الاول عايزك تبص على الفيديوهات، على التايتلز، مش عايز تتفرج على كل الفيديوهات، اتفرج على التايتلز بتاعت الفيديوهات اللي فاتت. لو كان فيهم فيديو انت شايف ان هو مناسب ليك اتفرج عليه الاول، وبعد كده ارجع للحلقه دي عشان تبقى لامم الدنيا شويه. تمام. الحلقه دي هتبقى بعض الاسئله اللي انتوا بعتوها لي، زمايلي بعتوها لي وكانوا عايزين منها اجابه، وانا هحاول على قد ما اقدر اكون جمعت الاجابات الصح، وان شاء الله نستفيد بيها كلنا مع بعض. تمام. طيب. اول سؤال كان اكتر حاجه بتتسال، اللي هو انا كليه علوم وعايز اشتغل في شركه مالتي ناشونال، فهل ده ممكن ولا لازم ابقى صيدلي بس؟ طيب، بص يا سيدي. اول حاجه، مثلا انا كنت شغال في شركه، مديري صيدلي ومديره صيدلي ومديره صيدلي، مديرهم كلهم تمام كان تجاره جامعه الازهر. خلاص. وشركه من التوب 10 وورلد وايد. خلاص تمام كده الاجابه وضحت. فانت كون انك علوم ممكن تشتغل في شركه مالتي ناشونال عادي. هي الفكره ان في بعض الشركات بتبقى حاطه ريستريكشنز شويه على بعض اللاينز او على بعض البوزيشنز. على سبيل المثال مثلا عندنا شركه نوفو. طبعا شركه نوفو يعني من اكبر الشركات على مستوى العالم. التايتل اللي هو بتاع الميديكال ساينس لايزون او الميديكال لايزون او الميديكال اديوكيتور، بتحب ان الناس دي يبقوا على طول فيزيشنز، بتحب ان هم يبقوا دكاتره مش صيادله اصلا. حلو كده. يعني هو الانتري ليفل بتاعه ان هو جاي دكتور وبيشتغل في شركه الادويه دي. خلاص. في شركات تانية ما بتشغلش اصلا الا خريجي كليه علوم، خريج كليه ساينس. في شركات بتقولك لا، انا عندي، بصوا الحته دي عشان هي دي اهم حاجه، انا في صيادله كتير جدا مقدمين معايا، فانا ايه اللي يخليني اروح ابص لحد خلفيته في ساينس، الخلفيه بتاعته علوم. تمام. خصوصا اذا كنت انا شركه معظم اللي شغالين فيا كلهم صيدله. بس ده مش معناه ان مش موجود، لا بالعكس، هو اعتقد 50% اصلا من الميديكال ريبس ومن الكارير اصلا هم زمايلنا بتوع علوم، يعني الموضوع بسيط. فانت ممكن تشتغل في شركه مالتي ناشونال وممكن تترقى فيها وممكن تبقى اكبر حاجه على مستوى العالم وانت خريج علوم. ملهاش علاقه انت كليه ايه، ليها علاقه بالبرفورمانس بتاعك وبالاتيتيود بتاعك. وفوق ده كله اهم حاجه في كل ده توفيق ربنا في الاول وفي الاخر، عشان توفيق ربنا هو اللي هيجيب لك الفرصه وهو اللي هيخليك تكمل او ما تكملش. تمام. في كل الحالات هو توفيق من ربنا. تمام. نشوف السؤال اللي وراه. انا ما حدش بيفتح السي في بتاعي. طيب، انت افترضت افتراض، واوحش حاجه في الشغلانه عندنا هي الافتراض. خلاص. دونت اسيوم او دونت بري جادج. انت مين قالك ان ما حدش بيفتح السي في بتاعك؟ ده رقم واحد. تاني حاجه، انت متاكد انك بتبعته في الميعاد الصح للشخص الصح؟ ده رقم اتنين. رقم تلاتة، انت متاكد ان السي في بتاعك مظبوط؟ ان هو انا مثلا لما بيكون مقدم على بوزيشنز، انا بفتح بوزيشن مثلا اقل حاجه 200 وانت طالع، اللي بيقدم على تايتل ميديكال ريب. مش مصدقيني؟ افتحوا اي في لينكد ان، افتحوا اي بوزيشن مكتوب فيه ميديكال ريب وشوف نمبر اوف ابليكانتس كام عندهم. مش هتلاقي حاجه اقل من 200. ده في بوزيشنز بتقدم عليها 1000 1000 بلس، متخيلين؟ فانت بتبقى مقدم السي في بتاعك وسط 200 واحد. خلاص. فانت متخيل ان السي في بتاعك لو الشركه ما فيهاش اللي هو الاي تي اس سيستم،
ان الاتش ار بيقعد يبص على ال 200 سي في ويركز فيهم قوي ويطلع منهم البيست فيت ويصعدهم او يكلمهم ان هم يجوا يعملوا انترفيوز. المهمه صعبه جدا. خلاص. فانت اول حاجه انت ممكن السي في بتاعك يكون يتفتح. فرصتك ان هو يتفتح ما هياش كبيره قوي. خلاص. ازاي تحسن فرصه ان السي في بتاعك يتفتح دي هقول لك ازاي. بس انت ما تفترضش ان هو السي في بتاعك ما اتفتحش. بس اهم حاجه لما السي في بتاعك يتفتح ويبصوا عليه تاخد الفرصه كلها ويقولوا لك تعالى اعمل معانا انترفيو وتعدي الانترفيو وتشتغل. خلاص ده المهم، مش ان السي في بتاعك يتفتح. خلاص. اول حاجه اعرف. احنا في مصر بنحب نسميها واسطه وبنحب نسميها كوسه. خلاص. هي في البيزنس لانجوج اسمها كوميونيكيشن سكيلز. يعني انت على اي اساس رحت تقدم في الشركه اللي هي كذا، لقيت تايتل مبعوث قمت جاي واخد الايميل وبعت رميت عليه السي في، ممكن تظبط معاك وممكن ما تظبطش. بس الصح ايه؟ تدور على حد اصلا شغال في الشركه دي، تدور حد يعرف على حد شغال في الشركه دي وتقدم السي في. تروح بنفسك لحد الشركه وتحط السي في، تحاول تقابل اي حد هناك وتديله السي في. يا سيدي 90% من المجهود اللي انت بتعمله ده بيترمي في الزباله. خلاص. بس في 10% هو بس اللي بيوصلك. فانت ما تعتمدش بس انك قاعد وبترمي سيفيهات، خد سي في خد سي في خد سي في خد سي في تك 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 سيفيهات. فاهم؟ لا، ما يعني مش هتظبط معاك كده. ممكن تظبط يعني زي ان هو واحد يكسب مليون جنيه في حلم في اللي هو برنامج الحلم بتاع ام بي سي وكده، بس يعني مش احسن حاجه. خلاص. اسعى ودور مين شغال في الشركه، مين يعرف يحط السي في بتاعك على مكتب الاتش ار او على مكتب السيلز مانجر اللي هيعمل انترفيوز. وفي نفس الوقت تكون متاكد مليون في الميه ان السي في بتاعك مظبوط، يعني عامل فيه كل اللي تقدر عليه. خلاص. فانت السي في بتاعك احتمال كبير يكون بيتفتح، يعني ما تفترضش ان هو ما اتفتحش. ماشي. طيب عايز ابقى احسن ميديكال ريب اعمل ايه؟ عايز تبقى احسن ميديكال ريب تعمل ايه؟ هتفق معاكم على حاجه وهقول لك تعمل ايه. اول حاجه انا مش عايزك تكون هو ده الهدف اللي انت حاطه في دماغك. انت مش هتبقى احسن ميديكال ريب في العالم، ومش هتبقى احسن ميديكال ريب في مصر، ومش هتبقى احسن ميديكال ريب في الكون. مش ده الهدف بتاعك. هبسطها لك. لو انت مثلا مع الاحترام لكل المهن انت صبي ميكانيكي، هل صبي الميكانيكي كل هدفه في الحياه ان انا ابقى احسن صبي ميكانيكي في الكون؟ لا، انا عايز اكبر، ابقى اسطى كبير، عندي ورشه بتاعتي وافتح ورشتين وافتح مركز خدمه وابقى حاجه كبيره جدا ومركزين وثلاثه. انا عايزك تبقى كده. انا عايزك تبقى باصص لقدام، لان الرحله بتاعتك طول ما انت شايف الاند بتاعها هتسعى لها اكتر، وهتحط ستيبس صغيره، واحد اتنين تلاته اربعه عشان توصل لها. خلاص. ما يبقاش ده الهدف بتاعك. عمرك ما هتبقى احسن ميديكال ريب في الكون. انت ممكن تبقى احسن ميديكال ريب على الترابيزه السنه دي، السمستر ده، الكوارتر ده، السنه اللي جايه. لان خد بالك هي بيقولوا عليها مالتي فاكتوريال انك تبقى احسن ميديكال ريب. ما هو احسن ميديكال ريب اللي هو ايه؟ البرفورمانس بتاعك كويس جدا، بتحقق التارجت بتاعك كويس جدا، الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك جوه الشركه ممتازه، الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك بره الشركه ممتازه، الحاجات دي كلها. فانت لازم الخمسه دول يكونوا موجودين. في حاجات انت ليك يد فيها وفي حاجات مالكش يد فيها. تمام. طيب ايه اللي انت مطلوب منك انك تعمله عشان تبقى احسن ميديكال ريب؟ اول حاجه الداتا. انت لازم يكون عندك داتا قويه جدا. لازم تعمل داتابيز بتاعتك انت ليك انت. على سبيل المثال انت الليسته بتاعتك فيها 120 دكتور. خلاص. انت كام دكتور من ال 120 دكتور دولت تعرف عيد ميلادهم؟ ها ايه رايك؟ فاجئتك انا بالسؤال ده صح؟ حلو كده. وانا كنت لسه شغال، يعني لسه بادي. انا كنت شغال على ادويه بتاعت نفسيه سايكاتري، كنت شغال نيورو ونيورو سايكاتري. خلاص. فكان واحد من الادويه كنت شغال على انتي ديبريسنت. فواحد من الادويه دي كنا بنزور دكاتره القلب كلاس ايه في دكاتره الكارديولوجي. تمام. كان في دكتور في مصر الجديده، دكتور حاجه كبيره قوي يعني. فانا رايح
يمكن كان تاني زياره له وبتاع، فبكلمه على الانتي ديبريسنت اللي معانا وبتاع وما اعرفش ايه. كان في مندوبه ميديكال ريب من شركه يعني انا مش فاكر اسمها، من نوفارتس صح كده. وانا فاكر اسمها بالظبط. المندوبه دي اول ما شافت الدكتور، هابي بيرث داي يا دكتور، وقامت جايه ايه مدياله هديه صغيره. الموضوع ده قد يكون ان ايثيكال، والموضوع ده لان في بعض الشركات تقول لك لا ما تديش هدايا للدكتور وبتاع ده. بس تخيل انت رد فعل الدكتور، مستنيك في العياده مثلا 10 ميديكال ريب، واحده فيهم عارفه عيد ميلادك وجابت لك هديه، او واحد فيهم عارف عيد ميلادك وجاب لك هديه. خلاص، ما بقولكش انك تجيب هديه للدكاتره، بس على الاقل الدكتور اللي عندك الكاستمر بتاعك يحس انك كين عليه، يحس انك مهتم بيه، لدرجه انك عارف عيد ميلاده وبتقول له كل سنه وانت طيب يا دكتور. يا راجل ده مراته ممكن ما تكونش تقول له اصلا كل سنه وانت طيب، اولاده اصلا ممكن يكونوا نسيوا. فاهم؟ فتخيل انت اللي بتقول للدكتور كده. شوف بقى انت بالنسبه للدكتور ده ايه، علمت انت معاه كشخص، وده رقم واحد. رقم اتنين، علمت معاه البرودكت بتاعك. رقم ثلاثة الشركة، والشركة في الآخر شوية كمان. حلو كده؟ فأنا عشان كده بقول لك ركز في الداتا اللي معاك. الداتا بتاعتك داتا اس باور. عارف الدكاترة بتوعك عندهم كام عيادة؟ فاتح عيادة فين؟ بروشتاته بتروح لأنهي صيدليات؟ الصيدليات دي بتجيب منين؟ الصيدليات دي بتوزع بتودي لحتة تانية ولا لأ؟ الصيدليات دي بتاخد الخصم كام؟ بتطلع كومبيتيتورز ولا لأ؟ بتبدل الدواء بتاعك ولا ما بتبدلوش؟ لأن خد بالك موضوع تبديل الأدوية ده حاليا في الوقت اللي احنا فيه الأدوية غالية. خلاص، والأدوية كلها سعرها عمال يزيد. فالدكتور بيكتب الدواء، فالمريض بيقول له لو سمحت يا دكتور الدواء ده غالي، او ما تكتبليش يا دكتور دواء غالي. فيقول له انا هكتب لك الماده الفعاله، او هكتب لك الدواء وانت شوف اي حاجه زيها تحت. الدكاتره المحترمين بتعمل كده. خلاص. فبينزل الصيدلي بقى بيقوم جاي لاعب اللعبه الحلوه دي، يشوف انهي دواء هو جايبه بخصم اكبر او ببونص اكبر، ويقوم جاي مطلعه، او علاقته بالمندوب احسن وعايز يساعده. خدت بالك من الحته دي؟ ركز في الداتا اللي معاك، لان الداتا هي اللي هتجيب لك بيع، هي اللي هتحسن علاقتك بالكاستمرز، هي اللي هتخليك قدام الشركة رقم واحد او احسن مندوب. خلاص. داتا. الميديكال ريب حلال ولا حرام؟ ده غالبا حد لسه بادي في الكارير او سامع عنه بس من بره، وبيسأل على موضوع الشبهات اللي في الميديكال ريب. بص يا سيدي الناس كلها، انا اولا بحييك على سؤالك، وبحييك فعلا انك مهتم انك تدور على الرزق بتاعك اللي هيجي لك ده حلال ولا حرام، وتحياتي ليك. ماشي. بص يا سيدي، للاسف، للاسف ثلاث ارباع الشغلانات اللي احنا بنشتغلها او اللي موجوده الايام دي فيها شبهات. خلاص. انت في ايدك تخليها حلال او تخليها حرام، دي في ايدك انت. ماشي. طيب امتى تبقى حلال وامتى تبقى حرام؟ تبقى حلال لو راعيت ربنا في شغلك. لان اول حاجه الناس كلها بتبص على موضوع ان انا اعمل ديل مع الدكاتره، بيقول لك بيدوا رشاوي للدكاتره، بيصفروا الدكاتره وبيظبطوا الدكاتره عشان يكتبوا لهم، بيحرقوا. الناس كلها بتقعد تقول لك الكلام ده، فانت السؤال ده اللي جه في بالك على طول ان هي حرام. بس في جزء تاني من الحرمانيه في الشغل ده. الجزء ده اللي هو بيقول لك عليه التفليص او الفولس فيزيت. انت الشركه بتقول لك يا احمد يا ممتاز، عايزين منك 16 زياره ل 16 دكتور في اليوم. انت كاحمد ما بتعملش 16 زياره، بتعمل 8، بتعمل 9، بتعمل 10، والباقي بتضربه. خلاص، بتحط فيه اي كلام. كده حلال ولا حرام؟ ايه رايك؟ حرام. خلاص. بالظبط نفس الموظف بتاع الحكومه اللي شغال في مصلحه حكومي، والمفروض بيجي شغله الساعه، يبدا شغل الساعه 8 الصبح وبيخلص شغل الساعه 2. البيبي يروح الساعه 10 على ما يشتغل تبقى 11، يقوم يصلي الظهر بقت من 12 لحد واحدة بيصلي، ما تفهمش بيصلي ايه. يقوم جاي مخلص صلاة، يقعد نص ساعة ويقوم جاي مروح، يخلي حد زميله ويمضي له على كشف حضور وانصراف. حلال ولا حرام؟ حرام. خلاص، نيجي بقى للموضوع اللي انت عايز تسمعه اصلا، موضوع الديلز والرشاوي بتاعت الدكاترة والحاجات دي كلها. في دكاترة بتاخد رشاوي؟ للأسف، للأسف في دكاترة بتاخد فعلا رشاوي. مش كتير،
لكن هم موجودين. حلال ولا حرام؟ حرام. خلاص. بس انت اللي في ايدك تحلل الشغلانه او تحرمها. لو اشتغلت اي حاجه، انت يا سيدي لو بص، لو انت صيدلي وقفت في صيدليه، انت ممكن تحلل وتحرم الشغلانه اللي انت شغالها. ماشي. هديك مثال. انت صيدلي دلوقتي واقف في الصيدليه، وبيجي لك اتنين. ماشي. واحد مندوب بيشتغل كويس وانت عارف، وبيجي لك تقريبا على الاقل مرتين في الاسبوع، وبيتابع على الدواء بتاعه وبياخد الاستوكات، وانت شايفه يا عيني مفحوط، فاهم، والشمس بهدلته يا عيني. خلاص. وعندك واحد بيجي لك مثلا مره كل كوارتر، يقوم جاي جايب لك شويه سامبلز، كرتونه سامبلز كده ومتشال من عليها اللزقه، ويقول لك دول بتوعك انت يا دكتور، وظبط لنا الدنيا، وعايزين بقى الاوردر وما اعرفش ايه والكلام ده كله. ده حلال ولا حرام؟ ايه رايك؟ وانت عارف انها عينات، خد بالك. حلال ولا حرام؟ حرام. خلاص. فانت في ايدك تخلي حلال وتخلي حرام بتاعتك. ماشي. الديلز حلال ولا حرام؟ آه مش عارف، بس اعتقد ان اميل ان هي حرام. خلاص. ليه انا بقول مش عارف؟ يعني في ناس بتقول لك قول يا عم حرام على طول، لان هي حرام، لان دي نوع من انواع الرشوه. بس ما انت معلش، انت كده برضو انا قلت لك في الاول دونت اسيوم ودونت بري جادج. انت افترضت ان الديل اللي هو مندوب بيروح يدي فلوس لدكتور و... وعايزني اقول حرام. لا، هي الديلز ليها صور كتيره جدا. يعني طب ما انا ممكن اكون الديل ده، الراجل اللي بيسأل السؤال ده مثلا، انا ممكن بيتكلم على ديل انا عامله مع صيدليه. يعني انا عامل ديل مع صيدليه، قلت له، رحت صاحب الصيدليه قلت له احنا لو بعنا عندك في الصيدليه دي طول السنه ب 100000 جنيه، هديك عليهم بونص في اخر السنه 10% زياده. هطلعك يا سيدي رحله للمالديف انت ومراتك. ما هو ده ديل، صح؟ انا رحت قلت للدكتور، يا دكتور احنا عندنا دلوقتي في مؤتمر على سبيل المثال الاي دي اي اللي هو الامريكان دايابيتك اسوسيشن، وهنطلع من مصر 12 دكتور، من مصر كلها 12 دكتور مثلا. خلاص. بس انا محتاج من حضرتك ان حضرتك تبقى انجيجد معانا في حاجه اسمها بري ماركتنج بوست ماركتنج سيرفي، ان الدواء بتاعنا حضرتك عايزك تجربه على عدد حضرتك تحدده من البيشنت، وتقول لنا الفيدباك. خدت بالكم من الكلمه؟ حلال ولا حرام؟ طب ما هو يا جماعه، ما هو الشغلانه اصلا كده، يعني اساس الشغل كده. يعني في ترايلز، بري ماركتنج ترايلز، وبوست ماركتنج سيرفيز. بوست ماركتنج سيرفي دي ممكن تكون حقيقيه وممكن تكون فيك. اي شركه بتنزل الدواء بتعمل البوست ماركتنج سيرفي، بتشوف الاكسبتنس بتاع الدكاتره الفيزيشنز والاكسبتنس بتاع البيشنت على الدواء بتاعها. امال الادويه بتتسحب ليه يا جماعه؟ يعني انتوا متخيلين الدواء بيتسحب ليه؟ ما عشان بيعمل سايد افكتس. السايد افكتس دي انا هعرفها منين؟ لازم الدكتور بيكون كتب الدواء، والعيان حصل له سايد افكت معين، والسايد افكت ده كان ريبورتد. تمام. ومش سايد افكت واحد، ده لازم بيكون عدد كبير. الريبورتس دي كلها بتقوم جايه متجمعه، وبعد كده بتتبعت. في شركات بقى بتعملها لك، شركات محترمه كبيره تقول لك ريبورت باي ريبورت. في شركات بتتابع على الريبورتس، في شركات تاخد الريبورتس اصلا ترميها. وده يعني الاغلب اللي في المنطقه العربيه عندنا، ان هو اي ريبورت فكك منه، واخد بالك، يبقوا يروحوا يكلموا الشركه. الحقيقه كده يعني. خلاص. بس في شركات بتبقى كين على البرودكت بتاعها. ما هو ده لسه نازل جديد، انا هعرف منين اذا كان كويس ولا وحش؟ هعرف منين بيعمل سايد افكتس وحشه ولا مش وحشه ولا اي حاجه؟ هعرف منين؟ وفي حاجه اسمها البوست ماركتنج سيرفي لازم بتتعمل. خلاص. بعرف فيها راي الدكاتره. فده حلال ولا حرام؟ خلاص. ده بالنسبه لموضوع الديل. آه غالبا هو نفس زميلنا اللي برضه مصمم عايز يوقعني في الحته دي. مين اللي اخترع الحرق؟ كيف بدأ الخلق؟ الشركات المالتي ولا اللوكال؟ المالتي ناشونال طبعا. الشركات المالتي ناشونال هي اللي بدأت القصة دي. خلاص. معروفة من زمان يعني، مش أنا اللي، وما تتصدمش بقى لما بقول لك كده يعني. هو أصلا يا ابني كان في شركات، يعني كان في شركات لوكال أصلا، اللي بدأت هي الشركات المالتي ناشونال اللي جاية لنا من بره. خلاص. ابتدت هي اخترعت حوار الحرق والديلز والتظبيط والحوارات والكلام ده كله. وكان التظبيط
اعلى ليفل انت ممكن تتخيله. يا راجل ده في شركه يعني انا عارفها، يعني عارف اللي فيها شخصيا، كانت بتوزع سبائك ذهب، سبائك اللي هي 10 جرام و20 جرام سبائك ذهب. في شركات بتدفع اقساط عربيات للدكاتره. اللي بدا الشركات دي الكلام ده الشركات المالتي ناشونال، ما خلاص فكك بقى. ما هو الشركات اللوكال جت بعد كده قلدت وزودت عليهم بقى، فاهم؟ علي عليه بقى. احنا للاسف احنا عندنا الثقافه العربيه الجميله ان احنا بنعلي بقى في الوحاشه بقى، بنعلي، فاهم؟ طيب، ازاي اوصل للشركات واقدم السي في بتاعي عشان ادخل اي تريننج؟ بص يا سيدي، اول حاجه لازم تكون عامل السي في بتاعك كويس. حلو. احنا قلنا السي في ده اللي هو ايه؟ الهارد كوبي. احنا في سي في تاني عندنا بيبقى سوفت كوبي. خلاص، اللي هو ايه؟ انا مش هقصد ان هو تبقى عامله PDF او تعمله وورد. لا، انا عايزك تعمل بروفايل على لينكد ان يكون محترم ويكون بروفيشنال. في فيديوهات كتير قوي على اليوتيوب بتقولك ازاي تعمل بروفيشنال لينكد ان بروفايل. خلاص، لان اللينكد ان بروفايل بتاعك هو الديجيتال ايمج بتاعتك. خلاص، انت لما بتحط اللينكد ان بتاعك جوه السي في، بضغط مثلا على اللينك اللي بيطلع لي، انت بتطلع لي، بشوف انت عملت ايه، بشوف شكلك، بشوف صورتك، الحاجات دي كلها عن السي في الورق. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا عايزك تكون عامل سي في قوي جدا، تحط فيه كل حاجه، تبين فيه اللي الانترفيور عايزك تحطه له. حلو. ما هو الانترفيور بيدور عليه. انا واحد دلوقتي بدور على سيلز، خلاص، بدور على ميديكال ريب. الميديكال ريب دي سيلز، خلاص. فعايز اسمع ايه؟ عايز اعرف انك عارف يعني ايه تارجت، عايز اعرف انك تعرف يعني ايه جروث، سمعت عنه ولا لا، عايز اعرف انك راجل كوميتد ولا لا، بتتنطط كتير في الشركات ولا لا، عملت حاجه في طول الكليه بتاعتك ال5 سنين بتوع الكليه، ولا انت كنت قاعد كده ومقضيها وخاربها وخلاص. عايز اعرف انت تعرف مين، عملت علاقات مع مين او شركات ايه، ولا رحت تريننجز فين. هو ده اللي انا بدور عليه، صح كده؟ طيب، تاني حاجه، انا عايزك تروح بنفسك لما تعرف مكتب شركه او المكتب العلمي بتاع شركه، عايزك تروح بنفسك وتسيب السي في. 90% السي في هيترمي، خلاص. بس انا عايزك انت تروح مره واتنين، مش مره واتنين. هتقابل بتاع سكيورتي، هتقابل سكرتيره، هتقابل السيلز مانجر نازل، ممكن تتكلم معاه، تديله السي في بتاعك ايفن حتى لو هيرميه بس يشوفك. خلاص. هتقابل حد سخيف جدا يقول لك لا والله احنا ما بناخدش سيفيهات، انت ممكن تبعته لنا على الايميل، وتقوم جاي كاتبه لك ايميل كده اصلا ما بيتبعتش عليه حاجه، اللي هي الايميلات بتاعت HR دي يعني. تمام. بس لازم تروح، ولازم مره، ولازم اتنين، لانها تستاهل، لان ده شغلك وده مستقبلك، فيستاهل انك تتعب. خلاص. لو انت شغال في صيدليه، الميديكال ريبس يا معلم اللي بيجولك. لو انت بتتدرب في صيدليه، الميديكال ريبس اللي بتيجي، المديرين اللي بيجوا مع الميديكال ريبس. خد ارقام تليفوناتهم، خد ارقام تليفونات السيلز مانجرز. بعد كده لما تحب تقدم هتكلمهم وتبعت لهم السي في. قول يا سيدي 90% منهم هينفضوا لك ويعملوا لك بلوك، واخد بالك؟ عشان انت لسه بتتدرب، ما انتش بيرشيزنج ولا حاجه. بس في 10% منهم هيبعتوا السي في فعلا بتاعك. والله العظيم هو الشغل بيجي كده، ما تفتكرش انك عشان احسن حد في الكون يعني. تمام. آه... عايز افتح شركه ادويه، اعمل ايه؟ اشتغل في شركه ادويه، اعرف الدنيا بتمشي ازاي من جوه، وتشتغل في صيدليه تعرف الدنيا بتمشي ازاي من بره. خلاص. ليه انا بقول لك تشتغل في الاثنين؟ تشتغل من جوه عشان تعرف الهيراركي، تعرف البيع، تعرف الدنيا ماشيه ازاي، تعرف الغلطات اللي بتحصل في شركات الادويه بحيث ما تعملهاش. تمام. وفي نفس الوقت تشتغل في صيدليه عشان تعرف المخازن، تعرف البيع، تعرف السيستمز اللي الصيدليات ماشيه بيها، عشان هم دول الكاستمرز بتوعك. وفي نفس الوقت تبقى بتعمل علاقات قويه جدا مع الدكاتره اللي انت بتشتغل معاهم. وانت هتفتح شركه ادويه ومحدش يعرفك، وهتجيب دواء جديد ولا هتشتغل على دواء تعمل له ريماركتنج، مين اللي هيكتب لك؟ الكاستمرز بتوعك، صح كده؟ فتشتغل في الاثنين. ما ينفعش انت حضرتك لسه متخرج، ما اشتغلتش في اي حاجه،
اتفقت مع 5 6 اصحابك عايزين نفتح شركه دواء، نسجل لنا فايلين. على فكره يا جماعه، تسجيل الفايلات والادويه والحاجات دي كلها يعني 70 80 الف بيكون معاك فايل فيه 3 سبلمنت. خلاص. وفتح الشركه ب 15000 جنيه. حلو كده، يعني ب 100000 جنيه يبقى معاك 3 فايلات وشركه. تبتدي بقى تشوف لك مكتب، تشوف لك اوضه تاجرها اللي هي المكاتب الجاهزه. وبعد كده يعني الموضوع لوجيستيكلي مش صعب انك تفتح، بس صعب انك تشتغل وتكمل. ماشي. أه. هل ممكن اسافر الخليج بعد ما اخد خبرة، ولا هي كده قفلت؟ اه، يعني لسه في فرص في الخليج طبعا. انت اللي قفل على فكرة هو السوق الكبير اللي هو السوق السعودي. وما قفلش قوي برضه، يعني هو قفل بنسبة تقول يا سيدي 80% بقت مقفلة. والعقود اللي بتيجي ما بقتش زي العقود بتاع زمان، يعني زمان كان العقود بتسمع ارقام كبيرة. دلوقتي لا، العقود اللي بتيجي كلها 4000 ريال، 5000 ريال، 6000 ريال. قبل كده كان ممكن العقود بتوصل مثلا بتبدأ من 8 9 10. في ناس كانت بتبدأ اكتر من كده، الشركات الكبيرة قوي يعني. ماشي. فانت ممكن بس مش في مجال الدواء. يعني لو انت حاطط موضوع السفر الخليج ده في دماغك وانك عايز تسافر، ما تشتغلش على دواء بقى. اشتغل على بوتوكس وفيلرز، سبلمنت، الحاجات بتاعه التجميل والحاجات دي كلها. ماشي. آه انا عايز اشتغل ويبقى عندي ورك لايف بالانس. ورك لايف بالانس. هرد اقول لك ايه؟ هرد اقول لك ايه؟ هقول لك ايه؟ ورك لايف بالانس يا ابني، يا ابني. هي مراحل يا حبيبي في الحياة. بتتعب دلوقتي. آه مش هتستريح بعدين، هتتعود على التعب بعدين. خلاص. على فكرة الشغل في حد ذاته والله العظيم حلو. يعني انك بتشتغل وبتجري وبتتعب وبتحقق حاجة، دي حاجات كلها كويسة. بس ورك لايف بالانس دي كلمة مطاطة. يعني أنا عندي الشهر ده مثلا ورك لايف بالانس، يعني الدنيا عندي مريحة. على سبيل المثال يعني أنا مريح الشغل دوت وما عنديش ضغط قوي، لأن الشهر ده مش تقفيلة كوارتر وبتاع. باجي مثلا في شهر 6 دي تقفيلة السمستر. الشركة كلها بداية من الجي ام لحد أقل مندوب بيدعكوا حرفيا في الشغل. سف تراب يا معلم، 18 ساعة في الشارع. واخد بالك، ولف وجري وما اعرفش ايه وبتاع. هل هيبقى عندك ورك لايف بالانس في الشهر ده؟ لا. خلاص. آه فكك من كلمة ورك لايف بالانس. ماشي. هو بصوا في كذا سؤال تانيين، بس خليها ان شاء الله. يعني ابعتوا الاسئله اللي انتوا عايزينها، وانا ان شاء الله هجمعها ونقولها مع بعض مع شويه الاسئله اللي باقيه دي، عشان انا زوري ابتدى يوجعني. لان انا حاسس ان انا بزعق. يعني انا في العاده صوتي اقل من كده. خلاص. اسف لو كنت طولت عليكم، واسف لو كنت اتاخرت عليكم في فيديوهات. ابعتوا اي اسئله انتوا عايزينها. آه سواء بتبعتوا لي على البيرسونال على الفيسبوك، او بتبعتوا على الايميل، او بتبعتوا حتى على البيج بتاعت الفيسبوك. انا بقالي كتير برضو ما اشتغلتش عليها. ابعتوا، وان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا يقدرني وانا اعمل. يعني اللي عنده سي في انا بحاول اراجعه له ونعدله مع بعض. اللي عنده اي سؤال نرد على بعض. خلي في كوميونيكيشن. يعني انا شخص منفتح على الاخرين. ماشي. متشكر جدا.